بارت 2 هشتري الشنطه دي ولا لا. بغض النظر انا فاهمه هو عمل ليه الديزاين ده، هو كان عايزها تبقى فورمال وبعد كده عمل فيها شويه حاجات خلاها كاجوال، بس انا بالنسبه لي هو ايه الذوق ده؟ انا عايزه اقول حاجه، الحد اللي بيخيط الشنط في الغالب بيعمل خيط مختلف عن الشنطه، ده مش اليجنت ومش فورمال. بيعملوا كده عشان يحاولوا يشو اوف، يتمنظروا قد ايه الخياطه بتاعتي مظبوطه. في يوروب كده في خناقه، بيتمنظروا قدام بعض كده يشوفوا مين احسن واحد خياطته ممتازه ما فيهاش اي مشاكل. لو انت خياطتك وحشه جدا كده، ليه بتختار لون مختلف عن جلد الشنطه؟ ليه؟ ده غير ان الديزاين اصلا وحش ده بالنسبه لي. انا ملاحظه ان هو متخيطه بمكنه كمان، يعني انت مش عامل اي مجهود. سو ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟ انا عمري في حياتي ما عملت شنطه، بس ديفينتلي لو عملت شنطه تبقى انضف من دي. لو انت بنت واشتريتي الشنطه دي بليز قولي لي هتروحي بيها فين، يعني دي تروح بيها فين؟ مش عايزه اتكلم اصلا. لازم تعرفوا حاجه، انه الجلد فول جرين بيبقى تقيل قوي، وانت بتعملي الحفر علشان تخيطي انت محتاجه سيف سبيس، والسيف سبيس بيبقى بعيد عن الحرف عشان ما بوظيش الجلد. فلو انت وصلتي للحرف وعملتيها كده، انا كده ان انت متمكنه جدا من الخياطه بتاعتك، بلس ان انت ما بوظتيش وما شوهتيش شكل الشنطه. يعني الخياطه في النص مش اليجنت، وانت عايزه تخلي الشنطه اليجنت فتعملي ايه؟ فتجيبيها على الحرف. بس ده خطر جدا انك تعملي كده، انت معرضه انك تبوظي الجلد نفسه. فالخياطه دي بالنسبه لي 10 out of 10. هو مش لازم يعمل ورد وكرافتس ويجيب حاجات وزخارف علشان يبان قد ايه هو شاطر، هو سامبلي ممكن يعمل الكيرف ده ويمشي على الكيرف بالملي من غير ما يحود. جود جوب، انا عايزه اشتري الشنطه دي. اوكي انا مش هتكلم على الخياطه دي، اوكي مش هتكلم عليها لان كل واحد والستايل بتاعه، ممكن في ناس بتحب الحاجات دي. هو مبدئيا انا مش جايبه الصوره دي بعد استخدام 10 سنين، دي على الويب سايت اللي هو المنتج هتاخديه كده جديد. اوكي وانا مش بقول في حد وحش وحد كويس، الناس اللي بتعمل الكواليتي دي موجودين في العالم كله. لو سافرتي ايطاليا هتلاقيهم واقفين في الشارع بيبيعوا لك الحاجات دي، يقول لك عايزين 100 يورو. لو 10 يورو اوكي ادفعي، بس ما تدفعيش 100 يورو في كواليتي شبه دي بليز. الفينيشنج لازم يكون سليك، لازم يكون effortless. لما تيجي تلمسي الشنطه هتحسي انها ناعمه. انا من هنا شايفه انها خشنه وشايفه انها مش متصنفره كويس. الفينيشنج الصح بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى شكله عامل كده، ده الفينيشنج المقبول. المفروض ما نقبلش باقل من كده. كلاسي، فانتاستيك، بيوتيفول. انا مش عاجبني لون الخياطه، بس انا بتكلم على الفينيشنج اللي فوق 10 out of 10. في لون الخياطه مش قد بعض، الخياطه مش قد بعض، انت خيطتها ازاي؟ انا مش فاهمه الارت بيهايند. ممكن انت عندك ايديا جامده جدا انا مش فاهماها. وكمان اختار لون مختلف ليه؟ اختار نفس اللون، يعني حاول تداري على المشكله مش تبينها اكتر. بص انا سدت نفسي، باي باي.